يا مساء الورد والفل والياسمين، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. تعالوا بينا نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف ايه الجمال اللي احنا عملناه ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ الفيديو. جبت بقى يا ستي كده دي نص كيلو كبدة. الكبدة دي كبدة مجمدة يا جماعة، تمام. طبعا سبتها تفك زي ما احنا شايفينها كده، تفك خالص خالص، ما تبقاش متلجة. طبعا ما غسلناهاش، ولا الكبدة البلدي ولا المجمدة بتتغسل، تمام. ولا ليمون ولا خل ولا اي حاجة. بصي بقى يا ستي، ده المكون القاهر بتاعي اللي بيطلع اي زفارة من اي حاجة مجمدة او اي حاجة عامة انت عايز تغسليها في اللحوم، او تطلعي منها اي ريحة زفارة، هي الطحينة، تمام. ولا ليمون ولا خل ولا اي حاجة خالص. اهم حاجة تخلي الحاجة بتاعتك تفك قبل ما تشتغلي فيها. خلاص، حطيت بقى كده طحينة على الكبدة، دول معلقتين طحينة على نص كيلو الكبدة. وطبعا مقطعينها. بتروحي لبتاع الكبدة او بتاع المجمدات، يعني بتقولوا له عايزاها شعرية، تمام، مش عصافيري، عايزاها زي بتاعت الشارع يبقى شعرية. ومعايا هنا بقى فلفل رومي وتوم وفلفل حامي، ومعايا كزبرة وكمون وملح، تمام كده. هبتدي بقى اخلط المكونات دي كلها مع بعض، او لو ما عندكيش كبه ممكن تضربيهم في ايد الهون عادي جدا، يعني احنا بنسهل على نفسنا الحاجه. بس كده يا ستي، هخبطهم بقى كده في الكبه او هضربهم في الكبه يعني، او ايا كان، المهم هخلطهم يعني في الكبه. وبعد كده هبتدي ان انا هوريكم بقى هنعمل ايه بالظبط تاني. اهم حاجة ان انتي ما تحطيش ولا ليمون ولا خل ولا على التتبيلة دي، ولا كمان على الكبدة خالص، تمام. لان عايزة اقول لكم الخل اصلا بيثبت الزفارة في الحاجة، انا الكلام ده قلت لكم كذا مرة قبل كده. بس يا ستي، هاخد بقى المكونات دي كلها وهفضيها كده في اي حاجة عندي. وبعد كده هجيب بقى هنجيب الكبدة بتاعتي وهحط منها معلقة كده كبيرة حلوة مليانة من الخلطة دي، وهبتدي ان انا اقلبها عليها كده كويس جدا. وهسيبها بقى لحد ما هنعمل المكونات بتاعتنا. هروح بقى على الطاسة وهنشوف عملنا ايه مع بعض. نصلي على سيدنا محمد ونحط اللايك عشان اللايك ما بيكهربش، ونشترك في القناة لو لسه مش مشتركين، ونفعل الجرس للكل. حطيت بقى كده زيت في الطاسة، واهم حاجة تخلي الزيت بتاعك يسخن خالص. ما تحطيش الكبدة في الزيت وهو بارد، لازم تخليه يسخن خالص، عشان احنا عايزين الكبدة كده تاخد صدمة في الزيت، مش عايزينها ان هي تنزل مية خالص، تمام. عايزه اقول لكم بقى، انا لما حطيت كده الكبده في الزيت، عايزه اقول لكم على الريحه، كانت خطيره خطيره خطيره. انتوا هتجربوها بنفسكم وهتقولي في التعليقات اذا كانت فعلا زي كبده الشارع ولا لا. بصوا، اول لما اتشوحت كده معايا، تمام، وحسيت ان هي ابتدت ان هي تنشف، ابتديت اللي انا اقلبها، ما تقلبهاش الا لما تحس ان هي ابتدت ان هي تتشمع كده. قلبتها بقى كده، وبعد كده هنضيف بقى يا ستي حته التومه كده، حته كبيره كده حلوه. عايزه اقول لكم كميه التوم اللي انا عملتها دي كلها هحطها كلها، تمام، عشان نبقى متفقين. لان عايزه اقول لك كل ما بتزودي في التوم، كل ما طعم الكبده وريحتها بتكون جميله جدا معاكي. عايزه اقول لكم وانا بعملها ادهم طالع قال لي يا ماما ريحه الكبده قلبه ريحه البيت. كان بجد ريحتها جميله جدا جدا، وانتوا تجربوها وهتقولوا لي. بس كده يا ستي، ابتدى بقى اللي احنا بعد ما شوحناها، حطيت بقى حطيت ملح وحطيت كزبرة وحطيت كمون. بس دي هي التوابل بتاعتنا. عايز تحطي فلفل اسود براحتك، عايزه تحطي بهارات مشكله براحتك. بس الطريقه دي اللي انا بعملها دي بيها دلوقتي، طبعا انا عملتها قبل كده في القناه كذا مره، بس الطريقه دي بصراحه انجح طريقه. انا حسيتها يعني، وبرده الطرق التانية كانت حلوه، بس الطريقه دي جميله جدا. حطيت بقى دلوقتي فلفل رومي وفلفل حامي. انت عايزه تستبدلي تبقى اعملي فلفل رومي بس ماشي، عايزه تعملي فلفل حامي بس ماشي، بس الاتنين مع بعض بيخلوا طعمها حلو جدا. بس كده يا ستي، خلاص احنا بس شوحنا الفلفل كده مع الكبده، ودي بقى الخطوه اللي بتاع الكبده بيعملها. عملت كده حفره في النص، ونزلت بقى ببقيه كميه التوم بتاعتي، وهتتشوح بس تشويحتين كده، وهقلب عليها الكبده وهقفل على طول. مش هخلي بقى الكبده يعني تقعد على النار اكتر من كده، علشان ما تجلدش معاكي، هي بتاخد تشويحه الكبده. عايزه اقول لكم انا عامله الكبده قبل الفطار بربع ساعه بالظبط،
الساعة 6:15 انا كنت واقفة بعمل الكبدة، لان هي ما بتاخدش وقت على النار، واحنا بنحب ناكلها سخنة، مش لازم نسخنها كل شوية. وده يا ستي شكلها بعد ما خلصت. عملت جنبها بطاطس وجبنة جرجير، لو عايزة تحطي مخلل حطي، وكمان عملت الطحينة، وادي العصير البرتقال. وده كان الفيديو بتاعنا الجميل. تعالوا بقى كمان هوريكم الطحينة، تعالوا بصوا بقى الجمال. بصوا شايفين الحلاوة والطعامة، حاجة كده جميلة جدا جدا جدا. وهعمل لكم كمان بقى سندوتش عشان تشوفوا بقى ايه، حاجة كده عظمة عظمة يا بنتي يا ام ادهم، جميلة جدا جدا جدا. شايفين بقى الجمال؟ بصوا حطينا الكبدة، وهنحط طحينة، وهنحط جرجير، حطي بقى بطاطس، وظبطي ظبطي ودلعي الساندوتش. بس كده يا ستي. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب، واقول لكم واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.